بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا ام احمد وجايلكم النهارده كده بترند جديد، وصفه جديده قلب السوشيال ميديا الكله، وكمان قلب اليوتيوب والكل بيتكلم عنها. انا مش عارفه بصراحه احنا هنعمل ايه وايه حكايه الترندات دي معانا. ويعني خلاص ما عادش بقى غير الحطب هناكله يا جدعان، احنا كده بقى خلصنا الحلوه كلها. طيب يلا قبل ما نبدأ بالفيديو بتاعنا كده، لو لسه أول مرة تشاهديني اشتركي في القناة وفعل الجرس على الكل حبيبة قلبي، وشيري الفيديو كده عشان الكل يستفيد. وكمان ما تنسيش بقى اللايك، ها اللايك هو اللي هيرفع الفيديو. احنا معانا ترند جديد النهاردة. يلا نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. يلا بينا حبايب قلبي. اول حاجة كده اول مكون معانا في الوصفة بتاعتنا النهاردة او الترند بتاعنا هو البسكوت السادة. اي نوع بقى بسكوت ساده انت بتحبيه. تمام. والوصفه بتاعتي النهارده المقدار بتاعي ده انا مزوداه شويه. فيكي تعملي نص المقدار. تمام. انا هنا استخدمت 5 بواكي من البسكوت ده. البسكوت ده قوالب صغيره كده، فانا خدت منه 5 بواكي. فتحتهم وحطيتهم بقى كده في الكبه وهنفرمهم فرم ناعم. ماشي يا حبيبة قلبي، انا قلت لك اهو انا مزوده المقدار. انت بقى حبيبتي ممكن تعملي نصه بس. تمام. وبعد ما طحنت البسكوت هنا بقى طحنه كده ما شاء الله، هعايرها بالكوبايه. طلعوا معايا بالظبط 3 كوبايات من البسكوت المطحون. ماشي. حطوا اللايك بقى، لسه ما حطيتوش؟ يلا حطوا اللايك، ده ترند النهارده ما شاء الله مكسر الدنيا كلها. المكون اللي بعد كده بقى معايا كده كوبايه الا ربع كده من اللبن البودر او الحليب البودر. هحمصها بقى على النار كده، ولازم يكون نار هادية جدا. هنقلبها كده مع التقليب المستمر، عشان اللبن البودرة ده من الحاجات اللي بتشيط بسرعة وهتحرق منك، فخليكي واقفة وعلى نار هادية جدا وحمصيه لغاية لما ياخد معاكي اللون الايه الذهبي او اللون الاشقر الجميل اللي احنا عملناه ده. وضفتهم على البسكوت. معايا كمان هنا برضو كوباية الا ربع كده من السوداني عادي خالص المقشر. برضو هطحنها كده طحنة محترمة، وهضيفها هنا برضو على المكونات بتاعة الترند بتاعنا حلوى الحطب، ما تنسوش ها. وهنقلب المكونات دي كده الجافة كلها مع بعضها. تمام. يلا بقى نشوف المكونات السائلة ايه. معايا كمان هنا نص كوباية من اللبن، وقلبت فيها كده 3 معالق كبار من السكر، ومعاهم كمان معلقة من الزبدة أو مكعب من الزبدة، وضربتهم في الكبة كويس. تمام. وهضيف منه حبة حبة، وهضيف كمان علبة من القشطة. تمام. القشطة دي جايباها من السوبر ماركت، وفيكي عندك لو قشطة وش اللبن استخدميها عادي مفيش مشكلة خالص. وهنزل بباقي بديل اللبن المكثف اللي أنا عاملاه. وهنقلب بقى الخليط ده كله كده مع بعضه. بصوا اهو بالمعلقه كده، وبعد كده هشيل المعلقه وبايدي بقى، وهبدا امكس المكونات كلها ببعضها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. العجينه بتبقى يدوبك ايه متماسكه كده، ما بتبقاش طريه خالص ولا ناشفه قوي، انا يدوبك عشان نعرف نلمها. وكانت هنا بالشكل ده. خلصنا كده. هجيب بقى كيس تلاجة هفرده وهنزل عليه بالمكونات بتاعتنا او الخليط بتاعنا الجميل ده، خليط حلوى الحطب. انا مش عارفه والله الترندات عايزه مننا ايه يا جماعه، مش عارفه والله. المهم خليكم معايا كده وما تنسوش تحطوا اللايك. ها انت رحت فين؟ حطي اللايك يا ست انت وهي. بصوا بقى انا مسكتها كده لفيتها وبططها تبطيطه خفيفه بس كده. وهبدأ بقى اقطعها كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبعد كده همسك بقى كده ايه كل قطعة وهلفها رول زي ما انتم شايفين. بصي، على فكرة العجينة حلوة قوي، الخليط ما شاء الله زي الفل ومتماسك ويستاهل التشكيل بكل سهولة، مش بتلزق في ايدك خالص. هنعمل واحدة تانية زي ما انتم شايفين كده اهو، بتتلف بكل سهولة خالص ما شاء الله. يعني بصوا الترند حلو لحد دلوقتي، هو تمام التمام. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان نقول مع بعض هو حلو ويستاهل ولا لا. ها خليكم معايا هقول لكم بكل صراحة. طبعا بعد ما لفيتها رولات زي ما انتم شفتوا كده، حطيتها على صينية ودخلتها التلاجة كده لمدة نص ساعة تتماسك. وبعدها طلعتها وعملت هنا خليط الشوكولاتة بتاعنا، مكعبين من الشوكولاتة الخام. ضفت عليهم كده معلقة من الحليب وكمان معلقة من الزيت، وسيحتهم على بخار مية. وبعد كده بقى طلعتها من التلاجة، وهنبدأ بقى ندهنها بالشوكولاتة زي ما انتم شايفين كده على الوش ده.
وبما ان اصلا الجو بارد فمش محتاجه ان انا ادخلها التلاجة تاني، هي اصلا بتشد لوحدها. هبدأ بقى اقلبها عشان اديها الناحية التانية، ونغلف كده حلوى الحطب بتاعتنا بالشوكولاتة. لحد دلوقتي شفتوا كده فيه حطب ولا لا؟ الحطب بدأ يظهر اهو، شايفين؟ حطوا له لايك بقى. طبعا بعد ما دهنتها كلها ما شاء الله، هنجيب بقى السكينة ونبدأ بقى نقطعها كده بزوايا، بحيث نديها شكل الحطبة كده وهي مكسورة زي ما انتم شايفين كده. طيب بعد ما خلصتها طبعا هشيلها كده بقى على طول، كان كله واقف مستني، عايزين بقى ندوق حلوى الحطب ده يا جماعة، الترند اللي قلب الدنيا ده كلها ما شاء الله. وحطيناها كده رصصناها زي ما انتم شايفين، وجبت لكم الشمعة. ها، خدتوا بالكم بقى الشمعة والنار والحطب بقى والدف يا جدعان، حاجة كده ما شاء الله. الترند بجد يستاهل. اقول لكم ليه؟ عشان هو اصلا في الاساس مغذي. انت لو خدتي بالك كده من المكونات بتاعته كلها مكونات ما شاء الله مفيدة جدا. حطينا بسكوت، حطينا لبن بودرة، حطينا سوداني، حطينا قشطة، حطينا كمان اللبن مكثف. كله ما شاء الله. بصوا بقى قد وصفة غنية جدا جدا بالمكونات ما شاء الله. حلوة قوي، ممكن تحطها لولادك كده كصنف حلو في اللانش بوكس برضو هم في المدرسة. حاجة كده من الحاجات اللي بتدي طاقة حرارية ما شاء الله، جميلة جدا ومغذية جدا ومفيدة جدا. وده الفيديو بتاعنا كان معاكم، يا رب يعجبكم. والترند بصراحة عجبنا جدا جدا. ومتنسوش تحطوا لايك وكمان تكتبوا كومنت محفز كده حتى لو بحرف، لأنه بيفرق معانا جدا. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. ومع السلامة حبايب قلبي.